اليوم نفتتح هذه الدورة البرلمانية الثانية بحوار مع بعض أعضاء الحكومة حول الوضع الصحي والاجتماعي والتربوي وكل ما هو عنده علاقة بالأزمة الصحية اللي نعيش فيها اليوم. أنا في الحقيقة نحب نعطي ملاحظة شكلية قلتها في السنة الفارطة ونعاودها. رجاء جلسات الحوار مع الحكومة من المفروض أنه يتم فيها تقديم تقارير أو كتيبات أو عروض بالطريقة اللي تراوها انتوما تسلموا بصفة مسبقة لنواب الشعب، وبالتالي كيف نجيو اليوم مش اليوم باش نجي نسمع 5 وزراء كل وزير باش يحكي على وزارته ويعطي توا ارقامه ويعطي توا شعمل، وانا كنائب شعب مطالب اني نتفاعل مع اللي قالوا. اكيد انا جاي وعندي في جرابي اسئله او ملاحظات، لكن زاده وقت اللي يبدا عندي اطلاع مسبق على التقارير اللي باش يقدموها الوزراء يكون هذايا انجع، وتكون الحوار والنقاش خير منه انه تتحول الى حصه فرغ قلبك كالعاده ومن بعد ما نوصلوا لحتى نتيجه. حاجة ثانية حسب رأيي أنه احنا اليوم في حكومة جديدة. اليوم يظهر لي الخطوة الأولى اللي يلزمها تتعمل هي التقييم، تقييم سياسة الدولة في مجال مكافحة الكوفيد 19. نرجعوا شنو عملنا من الأول أول ما جاء هذا الوباء. أول حاجة تعملت في الفترة الأولى وفي الموجة الأولى أنه صار الحجر الصحي الشامل، أنه خرجت الحكومة السابقة وعطاتنا ترسانة من الإجراءات على كل المستويات والمرافقة المالية وميزانيات وفلوس وصندوق 18 وتبرعات وقروض وهذا الكل. ثم انتهت الفترة متاع الحجر الصحي الشامل، صار التراخي. الناس الكل ما نكذبوش على رواحنا ولينا نقولوا انت ما فماش كورونا وين ترى فيها، ما سمعت حد انا مرض بها، هذه حكايه، هاو هذا يدرى شكون جايبها، هاو هذا شنو اللي قاعد يتقال. رجعنا البوس والتعنيق والتسليم والعروسات والفروحات والالتحام الناس ببعضها والبحورات، والحكومه ما قالتلناش ليه وما قالتلناش راهو جايتكم موجه اصعب من هذه، وما خذيتش هي فك الفتره نتاع الهدنه بين ظفرين ما خذيت حتى اجراءات اخرى باش حضرت بها الموجه الثانيه، لانه سبب واضح انه ما فماش حكومه. في الوقت هذاك صار الفراغ على راس الدوله والحكومه ودخلنا في تجاذبات وتكوين حكومه جديده. انتر طون الكوفيد ما استناش وعاود سرح ولقينا روحنا في الوضعيه هذه. اليوم شنو اللي نلقاو رواحنا؟ نلقاو رواحنا امام مديرين جهويين للصحه 10 منهم تم تغييرهم في جويليا ودفعه واحده دفعه اللي الاجراءات اللي تعملت في الموجه الاولانيه اللي جاء توا ما عملش التواصل والاستمراريه لانه اصلا خذا القطار وهو يمشي. نلقاو رواحنا اليوم تغيرت معطيات لانه عمناول قلنا اللي عنده مرض مزمن اللي عنده حكايه مش مستعجله مش لازم يمشي للسبيطار، والسبيطارات الكل ولات كوفيد. اليوم رجعت الاقسام تخدم، رجع الاستعجالي في الاكتظاظ، رجعت اللي السبيطارات ما فيهاش السيركوي كوفيد، رجع الاختلاط. اليوم حتى كي باش تمشي تاخذ النتيجه نتاع التيست تلقى حضبه وتلقى ما فماش ديستانسياسيون وما فماش اللبس نتاع البافات. البافات نصارحوا بعضنا العباد الكل اكثر العباد تلبسها باش تعمل بها التصويره ومن بعد تنحي تيلي ما فما حتى جاي. اليوم نلقاو اجراءات صارمه وهذا اللي سمعناه من وزاره الصحه فقط، ما سمعناش حاجه اخرى. اليوم نلقاو رواحنا اللي نفس الاطار الطبي وشبه الطبي اللي كان في مستشفيات مخصصه كان الكوفيد، اليوم هو نفسه بنفس العدد يلقى روحه يجري في كل الاقسام وفي العوده الطبيعيه او شبه طبيعيه للعمل في المستشفيات. إذا نلقاو رواحنا طبعا في مقابل ذلك انهيار اقتصادي، ونلقاو رواحنا إلا 11.2% نسبة نمو في السداسي الأول. إذا شنو اللي عملنا في النهاية؟ في بالنا أعطينا أولوية للصحة وقلنا مش مشكل الاقتصاد تو يتخلف والفلوس تتخلف، لقينا رواحنا حطمنا الصحة وحطمنا الاقتصاد، واليوم تتخبط هذه الحكومة الجديدة في إجراءات جديدة وفي طريقة لإدارة الأزمة. هذا اليوم نتصور التشخيص اللي ما نختلفوش فيه للوضع اللي احنا فيه اليوم. أنا اليوم كنائب شعب نمثل الشعب التونسي ولا المواطنين اللي يسمعوا فينا اليوم ويتفرجوا في التلفزة. شنو نستنى من وزير الصحة؟ مش تحكي لي على حظر التجول وعلى الإجراءات الصارمة وعلى تطبيق القانون. أنا ننتظر باش تحكي لي شنية الاستراتيجية الجديدة متاع الدولة للتوفيق بين ضرورة إعادة
يعني النهوض بالاقتصاد إن صح التعبير ولا وقف نزيف الدمار الاقتصادي، وبين إعطاء الأولوية للصحة متاع التوانسة. وتقولوا مانيش راجعين للحجر الصحي، معناها أولادنا ماشيين للمكتب، معناها احنا نعملوا في ظروف اللي لازمها تكون عادية. أعطيني اليوم شنو اللي باش تعمل. ما سمعتكمش حكيتوا على الأرقام اللي نعتبروها ولات مفزعة، لأنه إذا كان آخر نشرة توا كنت نشوف فيها نلقاو في 24 ساعة 1008 حالة كوفيد جديدة، نلقاو 347 إقامة في المستشفيات، نلقاو 102 سرير متاع الناس معناها في العناية المركزة، نلقاو رواحنا 47 اللي شاغلين أسرة متاع تنفس اصطناعي، نلقاو 265 حالة وفاة. هذوما أعطيني شنو أنت عامل ولا باش تعمل أولا للجستيون متاع الوضعية هذه. لهنا ما قلت لي حتى شيء سيد وزير الصحة. وأولا شنو باش تعمل لحماية الإطار الطبي وشبه الطبي وتوفير الموارد البشرية الضرورية، لأنه إذا كانوا نترحموا على الطبيب اللي توفى وكل الإطارات الطبية وشبه الطبية اللي توفيت فيها اللي سمعنا به وفيما اللي ما سمعناش، شنو اللي عملت إذا كان هذوما مش باش يتحماو باش نلقاو رواحنا أساسا ما عندناش شكون باش يدير الأزمة الصحية في المؤسسات الاستشفائية. هذا ما سمعنا عليه حتى شيء. ما سمعنا حتى شيء على استراتيجية الوزارة في العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص. احنا نحكيو على البي بي بي ونحكيو على قطاع عام وقطاع خاص، وعندنا بنية تحتية في القطاع العام وفي القطاع الخاص من المفروض انه تونس بنيتها من الاستقلال لليوم باش تلقاها في هذه الأزمة. اليوم نلقاو لي تيست هذوما بدينا نحلوا توا للمخابر نتاع البريفي وما عطيتوناش شنو العلاقه، هل انه اليوم العلاقه هذه طيبه ولا لا؟ لي تيست كافيين والا لا؟ نسمعوا انه ما فماش معناها تيست كافيين حتى في المجال الخاص. ما حكيتولناش توا اذا كان لا قدر الله الاسره نتاع القطاع العام ما عادش باش تكفي الناس اللي باش يستحقوا للتنفس الاصطناعي ولا العنايه المركزه، شنو عملتوا في القطاع العام لاعاده تثمين الموارد نتاعكم وإعادة التجهيز لملائمته مع الوضع هذايا؟ وشنو عملتوا مع القطاع الخاص في علاقتكم به؟ هل أنه الدولة باش تعمل بريزون شارج للناس اللي ترقد في الكلينيك؟ هل أنه باش تلجأ للتسخير؟ هل أنه فما علاقة ما بيناتكم اللي تنجم تحسن الخدمات للمواطن؟ لأنه في مثل هذه الأزمات ما عادش فما حتى تفرقة بين القطاعات، المهم تحسين الخدمات. نسمعوا في التيست سيرولوجيك يقولوا أنه ممنوع في القطاع الخاص ويلزم يكون كان في القطاع العام، وهذه أسئلة المخابر يطرحوها ويقول لك عندي تقريب 600 مخبر ينجم يعمل لي تيست سيرولوجيك، لكن الدولة تحتكرهم للقطاع العام. لماذا هذا الاحتكار؟ وهل هذه المعلومة صحيحة وإلا لا؟ هذه الكل ما لقينا له حتى أثر في مداخلة السيد وزير الصحة. ووقت اللي نحكيو على بقية الوزراء وبقية القطاعات هما الإجراءات اللي باش ياخذوهم في إطار السياسة العامة للدولة، مش كل قدير وقدروا كل وزارة وحدها. لأنه كي نحكيو على 250 ألف بافيت فقط للتلاميذ من عائلات المعوزة، نفهموا لهنا إذا كان البافيت هي أهم وسيلة توا للحماية والوقاية، نفهموا أنه الدولة ما زالت مقصرة برشا في الدعم الاجتماعي. إذا كان الأرقام اللي سمعناهم اليوم من وزير الصحة كيف تبين أنه شيء مش كافي، إضافة للوضع الاقتصادي ما جاش وزير المالية معاكم، ما نعرفوش أولوياتكم في ميزانية 2020 باش يصير ترفيع في وزارة الصحة والتربية وهذا الكل وإلا لا؟ مداخيل صندوق 18 ويني؟ كثير من الأسئلة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي غير واضحة، وهذه الجلسة إلى حد الآن ما اعطتش أي نتيجة. نتمنى نلقاو أكثر معلومات.